السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي وأحبابي، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم معانا في فيديو جديد وغرزة جديدة إن شاء الله من تدريبات الكروشيه. النهاردة هنشتغل مع بعض بندانة للشعر بطريقة سهلة وبسيطة جدا وفي نفس الوقت شيك جدا. هنشوف البندانة دي هنبدأها مع بعض إزاي. أول حاجة احنا بنعمل عقدة البداية وبنشتغل عدد سلاسل هنعمل عليه الغرزة يكون عدد زوجي، يعني يقبل القسم على 2. هنشتغل مثلا 14 سلسلة، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. عملنا 14 سلسلة. هنشتغل 3 بالإضافة لل14 لأن دول استقامة العمود في البداية خالص. وطبعا هنشتغل غرزة العمود بلفة، هنتخطى أو نتجاوز ال3 سلاسل الأولانيين ونشتغل في أول واحدة في الغرزة ال14. أول واحدة هنشتغل غرزة عمود بلفة، هنشتغل نص ال14 بس، يعني هنعمل 7 عمود بلفة، طبعا ال3 سلاسل الاولانيين عندي بمثابة عمود، يعني انا هعدهم من ضمن العواميد اللي انا هشتغلها. ادي 2 4 6 7 عمود بلفة، كده انا معايا 7 عمود بلفة. بعد كده هشتغل سلسلة مكونة من 15 غرزة. ادي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، وارجع اعمل عمود بلفة في العمود في العين اللي عليها الدور. يعني انا بشتغل كل العيون اللي موجودة معايا ال14 عين هشتغل عليها عمود بلفة 14. في النص ما بين السبعة اللي هنا والسبعة اللي هنا بعمل غرزة سلسلة مكونة من 15 غرزة، واكمل ال7 عواميد اللي المفروض اشتغلهم في النص التاني من البندانة. 3 4 5 6 7 عمود بلفة. بعمل 3 سلسال واقلب الشغل بتاعي. هشتغل بعد كده عواميد 7 برضو، مش هيقلوا عن ال7، بس هشتغل في الناحية التانية من العمود معانا بيعمل زي شكل الضفيرة كده 7 أو 8، فهعمل في الطرف الخارجي في طرف واحد بس هشتغل غرزة العمود 7 عمود بلفة. ستة 7. طبعا احنا لو عايزين نعمل البندانة اعرض من كده هنزود العدد من البداية خالص، يعني بدل ما ببدأ على 14 غرزة سلسلة ممكن أبدأ مثلا على 20، هيبقى العدد يقبل القسم على 2، هعمل 10 هنا و10 هنا. ممكن أبدأ على 30 لو أنا عايزة أعرض عن كده كمان لحد ما أشوف المقاس اللي يناسبني إيه. يعني مثلا انا البندانة دي هعملها بندانة لطفل، واحنا بناء عليه هنعمل مقاس البندانة صغير
علشان يناسب طفلة. لو انا عايزة اكبر يبقى هزود في عدد الاسطر، وكمان ممكن اعرض في البداية خالص بدل ما اعمل 14 غرزة سلسلة بكتر عن كده. بس اهم حاجة ان العدد اللي انا هشتغل عليه يكون يقبل القسمة على 2. هكمل بقى شغل البندانة بتاعتي. دلوقتي انا قابلتني ال15 سلسلة اللي عملتها في السطر اللي عدى، هشتغل عليهم غرزة حشو، 15 غرزة حشو. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. كده ال15 سلسلة احنا اشتغلنا عليهم 15 غرزة حشو. طيب اكمل بقى العواميد بتاعتي زي ما احنا قلنا. في الطرف الخارجي لغرزة العمود اللي قدامي دي هشتغل غرزة عمود بلفة. ال7 دول فوقيهم بالظبط 7 عمود بلفة. زي ما احنا شايفين كده. كده خلصت 7 غرز عمود بلفة. فوق ال7 هرتفع 3 سلسال واقلب الشغل بتاعي، ونفس الطريقة اللي انا اشتغلت بيها هنا في الطرف الخارجي للغرزة اللي معايا هشتغل غرزة عمود بلفة 7. وبعد كده هعمل سلسلة مكونة من 15 عند اخر عمود هنا، والسطر اللي وراه هملة ال15 غرزة دول 15 غرزة حشو. بعد ما بخلص ال7 2 4 6 7 هعمل 15 سلسلة 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 سلسلة، وارجع اعمل غرزة عمود فوق العمود بتاع السطر اللي قبله. هعمل 7 غرزة عمود. اتنين 4 6 7 غرزة عمود. هرتفع 3 استقامة عمود، وزي نفس الطريقة هشتغل 7 غرزة عمود في الطرف الخارجي للعمود. لازم لما اعد العواميد بتاعتي الاقيها مظبوطة. 2 4 6 لسه ناقص 1. بعد كده هملى السلسلة بتاعتي دي اللي هي عددها 15، هملاها 15 غرزة حشو. كده بعد ما خلصت ال15 غرزة حشو اللي انا مليت بيهم السلسلة، هكمل بقى باقي السطر بتاعي غرزة العمود، عمود بلفة في الطرف الخارجي للعمود اللي قبله، اعمل 7 عمود بلفة، وهستمر في نفس الطريقة اللي انا بشتغل بيها كده لحد الطول اللي يناسبني. طبعا انا باخد المقاس بتاعي، بشوف مقاس الراس للطفلة قد كام سنتي بالظبط، وبناء عليه بشتغل
الطول اللي انا عايزاه، واكمل شغل وارجع لكم تاني. وبكده بعد ما عملنا عدد من الاسطر على قد المقاس اللي احنا عايزينه، وده كان السطر الاخير على حسب المقاس. طبعا انا عملت هنا السلسلة 15 وعملت عليها 15 غرزة حشو. طيب السطر اللي بعد كده انا هشتغله ازاي؟ هعمل عادي السبع عواميد اللي انا متعودة اعملهم، وهشتغل السبعة اللي بعد كده من غير ما اعمل السلاسل اللي في النص زي ما احنا بدأنا في الاول خالص اهي زي ما احنا شايفين كده، واكمل السبع عواميد اللي من الناحية دي كده. ضمت معايا زي ما احنا شايفين كده اهو. هشتغل سطر تاني عليه عواميد من غير ما اسيب اي فراغات. رجعت لكم بعد ما عملت سطر تاني اضافي هنا عواميد، وبالنسبة للسطر اللي انا بدأت منه هنا هلضم الفتلة بتاعتي واشتغل سطر عواميد تاني زي هنا علشان تبقى البداية زي النهاية. بعد ما اقص الفتلة هنا كده هلضم الفتلة هنا في البداية اللي انا بدأت منها، واشتغل سطر عمود عشان تبقى البداية بتاعتي زي النهاية بالظبط. هعمل 3 سلاسل استقامة. بعد كده هشتغل 14 عمود، وهنا بعد ما اشتغلت صف العمود بلفة هقطع الفتلة بتاعتي، وكده بقيوا زي بعض بالنسبة للبداية والنهاية. طيب انا هكمل شغل البونيه بتاعي ده ازاي. السلسلة دي اللي هي 15 بعدي من تحتها السلسلة اللي قبلها كده كده، واحدة ورا التانية، بدككهم بمعنى اصح بالشكل ده اللي احنا شايفينه اهو. بالطريقة دي شايفين الشكل اهو، واعدي دي من تحتها. طبعا احنا المقاسات بتاعتنا بتختلف وحجم الخيط بتاعنا بيختلف من نمرة لنمرة. الخيط اللي انا استخدمته ده اليز بيبي. انا ممكن لو عايزة الضفيرة دي تبقى اعلى انا ممكن اشتغلها غرزة عمود بدل ما اشتغلها غرزة حشو. كمان الخيط بتاعي لو انا عايزة اعمل الخيط الاليز التخين هتطلع معايا برضو البونيه هيبقى عريض، والضفيرة دي باينة انها عريضة. الخيط بيختلف وبيغير لي الحجم اللي انا عايزاه، وكمان نوع الغرزة بيختلف معايا. انا بفضل كده ادكك في السلاسل دي زي ما احنا شايفين كده عشان تديني شكل الضفيرة لحد ما اخلصهم. طبعا انا اشتغلت المقاس المطلوب مني. البونيه بتاع الطفلة عملته خدت مقاس الراس بمزورة كده، ده الاخر اهو زي ما احنا شايفين كده الشغل بتاعنا. باجي هنا بقى بركب زرار، اي زرار موجود معايا قديم زي كده مثلا، وبركبه علشان بشبك دي كده في الزرار ويبقى على قد الراس بالشكل ده. وهركب الزرار وارجع لكم. يعني مثلا انا بحضر فتلة
وإبرة من نفس اللون البني اللي أنا اشتغلته، وابتدي أركب الزرار على الناحية التانية اللي أنا بدأت منها هنا مثلا كده. وادي الزرار بتاعي، وهنا أنا ركبت الزرار في الاتجاه التاني. ودي اخر حاجة في السلسلة بعد ما دككت كله، عطاني شكل الضفيرة زي ما احنا شايفينه كده. لما بيتلبس السورتيت بيتزرر كده في النهاية دي اهي زي ما احنا شايفين كده، ده شكله في اللبس بيبقى جميل جدا. طبعا علشان الحاجة دي بتاعت اطفال، انا اقدر اثبت النهاية دي هنا كده في بعضها بنفس الخيط والإبرة اللي أنا عملت بيه الزرار بتاعي، علشان ما تفكش من الأطفال، لأن ده سورتيت أطفال. فبثبتها هنا في بعضها بالإبرة والفتلة كده، عشان هي لو فكت هيفك كله اهي، هيبقى سهل الفك. فأنا بثبتها وطبعا علشان الفتلة فتلة خياطة فمش هتبان معايا، وكمان نفس اللون الخيط بتاعي، فمش هتظهر معايا خالص في التثبيت اهي كده، عمرها ما هتفك معايا. واقدر ما احطش الزرار، وبعد ما ادككها كده اخيط الجزئين دول في بعض كده. طبعا بقلبه وبخيطهم في بعض. في ناس بقى عايزاه من غير خياطة علشان اقدر البسه واقلعه براحتي، فبتستخدم الزرار ده، ويبقى كده الدنيا اتشبكت في بعضها وبقى شكله جميل وظريف زي ما احنا شايفين. غرزة سهلة وبسيطة جدا، نقدر نعملها على كبير وعلى اي مقاس احنا عايزين. يا رب اكون افدتكم، وعايزاكم تكتبولي في التعليقات استفدتوا من الغرزة ولا لا، والشكل ايه رأيكم فيه. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.